تتجه إلى المملكة إن شاء الله، ولله الحمد. تغييرات كبيرة وأمطار عاصفية جدا. سنعطيكم آخر التفاصيل والمستجدات في هذا البث المباشر. مشاهدينا الكرام، قبل الأخذ في التفاصيل إخواني الكرام، لا تنسوا دعمنا باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل كي يصلكم جديد فيديوهات والنشرات. إخواني الكرام، تساقطات مطرية غزيرة وعاصفية مع ثلوج قوية قادمة نحو المملكة إن شاء الله. سنرجو مشاهدة الفيديو كي تعرفوا التفاصيل. من الأيام القادمة يتوقع تساقطات مطرية غزيرة إن شاء الله وعاصفية بداية إن شاء الله. فهذه مجرد تساقطات لجبهة ممطرة بداية من يوم الجمعة سوف تبدأ، ولكن التوقعات القادمة فهي مبشرة بدخول أمطار عاصفية جدا وقوية كما تشاهدون إخواني الكرام. في آخر تحديثات سنعطيكم التفاصيل في هذا البث المباشر. يوم الجمعة اضطرابات جوية حاضرة على عدة مناطق من المملكة، والمناطق المعنية فهي كالتالي: أمطار ستكون إن شاء الله مصحوبة مع رياح قوية على الناظور والحسيمة الدريوش وإساقن وشفشاون وكذلك وزال اللميمونة سيدي علال التازي قرية أبو محمد وتاونات سيدي سليمان واللميمونة، وكذلك أمطار حاضرة على الرباط الخميسات مكناس وفاس بن ملال أو بن سليمان الدار البيضاء برشيد القارة والجديدة ولاد فرج. من المتوقع استمرار الأجواء الغير مستقرة إن شاء الله بعد الزوال أو فترة مسائية على مناطق اليوسفية بن قريس سيدي بوشمال البروش خريب قوات زم وسطات برشيد القارة والرماني وخنيفر الزود شيخ وإفرانس كورمداز ومكناس الخميسات وتهلا وفاس وقرسيف وتاوريرت. بالنسبة لتوقعات يوم السبت إن شاء الله تساقطات مطرية عظيرة وتساقطات مطرية جد معتبرة مع تساقطات ثلجية، والمناطق المعنية فهي كالتالي: أمطار حاضرة على طنجة تطوان أصيلة والعرائش وكذلك شفشاول اللميمونة سيدي علال التازي والرباط الخميسات مكناس فاس وتهلا والدار البيضاء بن سليمان والقارة برشيد، وكذلك تساقطات حاضرة على الرماني خريب قوات زم وسطات ولاد فرج، ثلوج كثيفة على تبعينت وزود شيخ وخنيفرة وإفران وميدلت. أمطار حاضرة على وسط الحاج وسكورة مداز وفاس وتهلا وكذلك تاونات وآكنول وإساقن والحسيمة والناظور ووجدة وبركان وكذلك تاوريث وعاطف ووطات الحاج. خلال الأيام القادمة إخواني الكرام يتوقع استمرار الأجواء الغير مستقرة بداية من دخول منخفض جو إن شاء الله محمل بأمطار عاصفية كما تشاهدون إخواني الكرام. بداية من يوم الاثنين سيبدأ هذا المنخفض الجوي تأثيره إن شاء الله في الفترة المسائية من يوم الاثنين وسوف يستمر لعدة أيام. المناطق المعنية يوم الاثنين 26 فبراير فهي كالتالي: أمطار حاضرة على وجدة وبركان الناظور الدريوش وساك آكنول وأمطار عاصفية وكذلك قوية وطقس صعب على شيشاوة وكذلك شفشاون وأصياء طنجة تطوان العرائش للميمونة وسيدي علال التازي قرية أبو محمد وفاس خميسات مكناس والرباط بن سليمان دار بيضاء القارة برشيد سطات والمحمدية الرماني والماس والوليدية. الفترة الصباحية من يوم إن شاء الله فيتوقع الفترة الصباحية من يوم الثلاثاء 27 فبراير أمطار خير وأمطار عاصفية كما تشاهدون سوف تشمل عدة مناطق من المملكة، والمناطق المعنية فهي كالتالي: أمطار حاضرة على وجدة وبركان والناظور تاوريت وجرى إن شاء الله وساكا وقرسيف والحسيمة والدريوش إساقن شفشاون تطوان طنجة والعرائش للميمونة وزان فاس مكناس سيدي سليمان الرباط الخميسات. أمطار عاصفية وثلوج كثيفة على إفران سكور مداز وصفرو مع أمطار قوية من اللون البرتقالي إخواني الكرام. أمطار متواصلة بشكل غزير على خنيفرة وزود شيخ مع تساقطات ثلجية كثيفة على تبنت وإملشيل وكذلك أكيمدن، وأمطار حاضرة على بن ملال البروج واتزم خريب قسطات ولاد فرس سيدي بنور بن قريق الأسراغ سيدي بوشمال اليوسفية وأسفي والصويرة وشيشا والوالدية والجديدة ولاد فرج برشيد القارة سطات بن سليمان دار بيضاء المحمدية والرباط سلا وسيدي سليمان سيدي علال التازي للميمونة والعرائش وشفشاون تطوان طنجة والفنيدق المضيق وأصيلة. هذه المناطق ستعرف أمطار قوية مع صحوبة مع رياح جد عاتية إخواني الكرام. مع مرور الساعات ستكون الثلوج قوية مع تساقطات على قلميم وتيزنيت وثلوج كثيفة على مرتفعات الحوز إخواني الكرام بتساقطات مطرية إخواني الكرام بشكل قوي وتغيير معجزة ولله الحمد. بدخول هذا المنخفض القطبي إخواني الكرام سيؤدي الأمطار وثلوج سبحان الله في أواخر شهر مارس أو عفوا في شهر فبراير. فكما تشاهدون هناك اضطرابات جوية ستواصل في الفترة الصباحية من يوم الثلاثاء واضطرابات متواصلة على إيمنشينوت أمزميز أوكيمدن مراكش أكادير بوشيبة أزيلال تباينت وإيملشيل وثلوج كثيفة على تباينت وزود الشيخ وإفران وخنيفرة وميدلت وسكورة مدازة والحاج. أمطار متواصلة على فاس وكذلك مكناس تاونات وتازا وجدة وتاوريت وبركان الناظور الحسيمة
وشفشاون، أصيلة، طنجة والعرائش، لالا ميمونة، سديعل التازي والرباط، الدار البيضاء، بن سليمان، القارة، برشيد، سطات، ولد فرج والبروج والدار البيضاء، المحمدية والماس وخنيفرة. كما تشاهدون إخواني الكرام طربات جوية، أمطار خير كبير إن شاء الله قادم، وإن شاء الله بحول الله. فهذا المنخفض الثاني إخواني الكرام. بالنسبة للمنخفض اليوم الجمعة والسبت إخواني القادم فهناك أمطار، وإن شاء الله كذلك بداية من يوم الاثنين 26 فبراير يتوقع استمرار الأجواء الغير مستقرة. فترة بعد الزوال إخواني الكرام من يوم الثلاثاء استمرار الأجواء الغير مستقرة إن شاء الله على الدار البيضاء والرباط، سليمان، القارة، برشيد، الرماني والماس والخميسات، مكناس، سليمان، قرية أبو محمد، سيدي علي التازي، وإيساقن، والدري، وشنادور، الحسيمة، بركان، ووجدة، وتاوريت، سكور مداز، وتهلا، مكناس، وخنيفرة. تساقطات ثلجية كثيفة معتبرة إخواني الكرام سوف تستمر إخواني الكرام كذلك للفترة بعد الزوال من يوم الثلاثاء 27. كذلك إملشيل، وابن ملال، أزيلال، قرية استغنى، مراكش، وأمزميز، أوكيم، متان، من المتوقع كذلك استمرار الأجواء الغير مستقرة على وجدة والجزيرة الشرقية والناظور والحسيمة وتاوريت. الفترة الليلية استمرار الأجواء الغير مستقرة على المناطق الشرقية والمرتفعات الأطلس ومرتفعات الريف والحوز وحدب الفوسفات على والماس، الرماني، بن سليمان، القارة، برشيد، والدار البيضاء، مكناس، الخميسات، أمطار أفاسة، وكذلك تالا وتازا وتاونات، قرسيف، وأمطار حاضرة على تاوريت وبرشيد، وكذلك بركان ووجدة والناظور، مع ثلوج كثيفة متواصلة على مرتفعات الأطلس على أزيلال وقدير بوشيبة وتبانت، وكذلك أمزميز وأوكيم وخنيفرة. ومن المتوقع إخواني الكرام أن تكون هذه الأمطار مصحوبة مع رياح قوية. يوم الأربعاء استمرار الأجواء الغير مستقرة على المناطق الشرقية بشكل عنيف وقوي، سنرى كذلك النموذج الأوروبي الأمريكي إخواني الكرام. يوم الأربعاء أمطار عاصفية على بركان والدريوش، الحسيمة، وتاوريت، وجراد، وعاطف، وقرسيف. وإن شاء الله بالنسبة يوم الخميس فيتوقع أن تعود الأجواء الاستقرار. بالنسبة لتوقعات النموذج الأمريكي إخواني الكرام فيشير النموذج الأمريكي سنرى إذا كان متفق مع النموذج الأوروبي خلال الأيام القادمة. كما تشاهدون إخواني الكرام خير كبير قادم إلى المملكة، أمطار سوف تمتد من طنجة حتى قلميم ولله الحمد مع ثلوج كثيفة والجزيرة الشرقية. كما تشاهدون بدخول هذا المنخفض الجد المعتبر والغزير كما تلاحظون إخواني الكرام. آخر تحديثات تشير لدخول هذا المنخفض الجوي الهائل والممطر بإذن الله خلال الأيام القادمة ولله الحمد. كما تشاهدون خير كبير يتجه إلى المملكة، أمطار ستكون عامية وثلوج كثيفة مع رياح قوية جدا مشاهدينا الكرام. والمناطق المعنية تطوان، طنجة، أصيلة، قنيطرة، العرائش، ووجدة، وتاوريت، سطات، وكذلك فاس، مكناس، وكيكو، وإفران، نقطة الحاج، وميدلت، وكذلك بني ملال، خنيفرة، وتباينت، مراكش، بن قرير، الأسفي، والجديدة، والرباط، والدار البيضاء، كذلك على شيشاوة، وأكادير، وتيزنيت، وطاطا إن شاء الله، وتلوين. تساقطات ثلجية كثيفة غير مسبوقة إخواني الكرام في هذا الوقت بدخول هذا المنخفض الجوي المحمل بالأمطار العاصفية والغزيرة والثلوج الكثيفة. النماذج متفقة بدخول هذا المنخفض إن شاء الله بأمطار غزيرة قوية وأمطار عاصفية بإذن الله بداية من يوم الاثنين والثلاثاء 27 و26 إن شاء الله بدخول هذا المنخفض الجوي الهائل. والأمطار المناطق المعنية فهي وجدة، وبركان، الناظور، الحسيمة، والدريوش، ساكا، أكنول، تطوان، طنجة، أصيلة، العرائش، للميمونة، وزان، سيدي سليمان، قرية أبو محمد، فاس، تهلا، مكناس، الخميسات، الرباط، الدار البيضاء، المحمدية، بن سليمان، سلا، والماس، الرماني، القارة، برشيد، سطات، خريب، قواتزم. أمطار قوية وثلوج على خنيفرة وإفران، سكورة مداز، وتباينت، وميدلت، وبن ملال، وكذلك أزلال، وتين غير. أمطار حاضرة على قلعة سلاغ، سيدي بوشمان، بن قرير، اليوسفية، مراكش، أكادير، بوشيبة، شيشاوة، سيدي بن عباس، وسيدي خميس الحاج، وكذلك أسفي. وأمطار متواصلة على الوالدية، ولاد فرج، والصويرة، وأيمن تانوت، أي داود، أكادير، وتيزنيت، وتفركات، وإتباها، وبالفاء، وتيزنيت، وسيدي إفني، وقلميم، وتفركات، وطنطان. أمطار خير وبركة مع رياح قوية جدا إخواني الكرام. وبالنسبة لتوقعات الرياح فستكون رياح جد قوية على الجنوب الشرقي والمرتفعات وكذلك الجزيرة الشرقية إن شاء الله بداية من الأيام القادمة. كما تشاهدون خير كبير يتجه إلى المملكة بآخر تحديثات نماذج الطقس العالمي. نسأل الله الثبات لهذه الخيرات. فمرحبا بكم إخواني الكرام في آخر المستجدات. كاين شتاء تورات الحمد لله ستكون. الله يهديك صاحبي، بارك الله كذا وصل. الله يهدينا ويهديك أخي العزيز. مرحبا بالجميع إخواني الكرام. هناك تساقطات مطرية غزيرة قادمة بقوة نحو المملكة. نسأل الله الثبات لهذه الخيرات. تحية طيبة للجميع إخواني الكرام. لا تنسوا دعمنا بلايك ومشاركة هذا الفيديو من الأصدقاء. مشاهدينا الكرام في آخر تحديثات نماذج الطقس العالمية فتشير لعودة أمطار الخير بداية من يوم الاثنين والثلاثاء. وبالنسبة ليوم الجمعة ستكون أمطار مقتصرة على المناطق التي ذكرنا لكم، وكذلك يوم السبت. بالنسبة هذا الصفحة المرعبة لي. لا أخي إحنا ما كنديرو حتى شي حاجة، كنقموا الطقس أخويا ما بكل أمانة وبكل مصداقية.
ما كنزيدو ما كنقصو اللي كاين كنقولوه إخواني الكرام. رياح قوية وعاتية جدا قادمة إلى المملكة بداية من يوم الجمعة 23 فبراير، وسوف تستمر هذه الرياح القوية إن شاء الله يوم السبت. رياح كذلك قوية على الواجهة المتوسطية والمناطق الشرقية، وأمطار متواصلة يوم السبت إن شاء الله كما تشاهدون، يوم الجمعة والسبت، وأمطار قادمة كذلك إن شاء الله يوم كذلك الثلاثاء والأربعاء كما تشاهد، أو الثلاثاء والاثنين، بدخول أمطار قوية وعاصفية.